السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نوريكم واحد المأكولة كتكون موسمية، يعني تكون في هذا الموسم ديال الشتاء وهي بسيطة، ولكن ماشي في كون اننا انسان ما عندوش ما ياكل، لا. هاد المأكولة كانت يعني شتوية، كيكونوا فيها العشوب، يعني كتسخن، يعني كتدفي. وفي ذاك الوقت الانسان كان ما كيتعاطاش اللحم بزاف، يعني خاصة في البادية. حنا عشنا في البادية مع والدينا، عشنا على قد حالنا، يعني ما خصناش ما عندناش. على كل حال ما كناش كنفكروا في المعيشة، كنا كنفكروا في البساطة، كيفاش كنعيشوا مع والدينا، كيفاش كنقبلوا اي ماكله، ولكن ماشي كنقبلوا اي ماكله بمفهوم قله الشيء او لا، بالمفهوم اننا هما كيعرفوا شنو هو اللي صحي وشنو هو اللي كانوا كينوعوا المأكوله ديالهم. دابا غادي غير نحكي لكم احنا كيفاش عشنا في داك الجو ديال البساطه، وكيفاش عشنا في الباديه، وعشنا يعني عشنا صحاحين، يعني ما كناش كنمرضوا بزاف، ما كانوش كيديونا للطبيب، ما كانش. علاش؟ حيت كانوا كيوكلونا كل حاجه بوقتها، وكل حاجه بسيطه، يعني بسيطه ولكن هي مفيده. كنا كنتجمعوا عليها بالضحك باللعب، يعني بواحد الاسره مجمعه على هذيك المأكوله وفرحانين. يعني الحمد لله عشنا في واحد الجو لطيف، مربين مخلقين، مربينا والدينا على القناعه على بزاف د الحوايج. دابا انا هاد المأكوله غادي نحكي لكم عليها، وانا حكيت عليها شي حاجه يعني، ومن بعد غادي نوريها لكم كيفاش طيبتها انا، ولكن غير بداك الشيء اللي عندي انا. الشكل اللي كانت كطيب به الوالده بدك المكونات ديالها، انا حاليا ما عنديش منها بزاف. على كل حال هاد المأكوله كتسمى حلحول او لا مردود، عنده جوج طريقات، جوج كلمات ديال المفهوم ديالها. هذا في منطقه الغرب كيفاش تتسمى. على كل حال بالكسكسو، يعني كيفتلوه بحال الشكل ديال البركوكش. انا ما عنديش هذاك الشكل، اقتصرت انني شريت محمصه. مهم، ها هي محمصه، فليو، الزعتر ما كنقويوش منه، شويه د الملح، شويه د القزبر. هذه الطريقه باش درتها انا، اما المكونات ديالها تيكونوا اكثر من هذا الشيء. من بعد غادي نقول لكم المكونات اللي كاملين: البصله، قريعه كورجات، الزيت، الشحمه، الخرقوم، سكينجبير، البزار، الحليب طبعا. اللي ناقص عندي هو راس الحانوت، واحد النبته تتسمى مرسيطه، الفول يابس ومقشر بحال الشكل ديال البصاره. على كل حال هادو ما موفرنش عندي. من زياده على هذا، انا الشحمه عندي جديده طريه، من قبل راه ما كانش الشحمه بحال هكا طريه، يعني تاخذيها ديال العيد الكبير ولا شي حاجه وكديريها في الثلاجه ديالك. لا، من قبل راه كانت ما عندهمش الثلاجات، كانوا كيديروها في خريقه ديال الثوب، كيديروا لها الملحه كثيره وكيديروها في خريقه الثوب وكيحطوها حتى لوقت الاستعمال. يعني كتسمى سميتها الشحمه غاويه، وكانت صحيه، ما كنا كنتصابوا بحتى شي حاجه الحمد لله. يعني هذا هو الشكل باش تربينا وكيفاش عشنا. ما كانش اللحم يوميا او لا، كان من الاسبوع لاسبوع، ماشي مساله الانسان ما عندوش، لا، هكا كانوا كيدوروا يعني السمانه ديالهم في الماكله مع وليداتهم، وتيمشيو حالهم على قدهم، على قد القفه ديالهم، وكانوا حامدين الله وشاكرينه. ماشي بحال دابا كثرت المسائل وبنادم ما بقى عارف اشنو يدير
ومنين بدا وشنو ياكل، كلشي تيخاف منه، كلشي لا فيه تسمم، لا هادي لا ما بغيتش هادي. ما كناش مفشين، كنا قانعين، ولكن كانوا كيعرفوا شنو كيوكلونه، هو تناكلوا معاهم. يعني داكشي اللي كتاب كنا كناكلوه، وطلعنا مربيين، طلعنا قانعين، والحمد لله والشكر لله على نعمته. دابا انا رديتها تطيب، هذاك مردود ها هو عندي، ها هو تبارك الله ما شاء الله. من بعد ما كينشف من الماء كنزيدو الحليب. هذا درتو انا بالشكل ديالي وبالمكونات البساط اللي عندي، اما ملي كانت الوالده كديروا لنا معشب مزيان كيجي بنين وتبارك الله. كيبقى مثلا الناس اللي في القبيله ولا ديك شي حاجه كانت يقولوا للوالده دائما الشريفه عافاك الا ما ورينا الطريقه او لا ديريه لينا. كان كيجي بنين، وسيرتو مع الموسم ديال الشتاء تبارك الله ما شاء الله. دابا غادي نضيف الحليب، ونحرك. بعد ما تتكون هاد المحمصه ديالي طابت، وهما كيديروه بالكسكسو، يعني كسكسو غليظ، يعني تيقولوا له بركوكش، وتيكون مفتول عليه اليد وديال الزرع. يعني المسائل كلها تتكون من التزيليه وديال الدار، يعني ما كيتشراش في داك الوقت. داك الوقت كنت كنلقى انا الوالده تبارك الله عليها ما شاء الله عليها، ملي كيجي الصيف بحال هكا كنلقاها كتفتل الكسكسو ديال السميده، كتفتل الكسكسو الاحمر، وكتفتل السيكوك، كتفتل هاد بركوكش، يعني هاد مردود بحال هكا كتفتلو بواحد الكميه كبيره. وملي كيجي هكا وقت البرد يعني وكتفورو غير تفويره وحده وكتنشرو في السطح، وملي كيبس كتهبطو كانت كديرو في واحد البرم ديال الطين، وكدور فوق منه واحد الزويف وكتعقدو، يعني حتى الوقت ديالو. من كيجي الوقت ديالو تيكون هي ديجا عندها موجود، وكتجبدو وكتنوع، يعني كدير لنا الكسكسو، المهم كيكون عندها موجود. يعني كيفاش كانوا كيدبروا امورهم، كيفاش كانت الحداقه، وكيفاش كانوا حامدين الله وشاكرينه. حامدين الله وشاكرينه دائما كيكثروا من الحمد والشكر، رغم كانوا ماشي مثلا كانوا مع الاسره، يعني مع العيال مع جدي والعرايسات وهذا، وكانوا يعني تيقولوا لي تتقول لنا الوالده انتم فشكال. حنا قالت لنا كان يعني التعب وكل شيء، ولكن كنا فرحانين حيت مجمعين، حيت كانت اللمه. قالت لي فشي بحالكم نتوما دابا كيتزادكم بالضيف، يعني ما خصوش يكثر عندكم الكلاس دغيا كتقدا. وتنقولوا للوالده هادشي اللي عطا الله، نتوما وقتكم وحنا وقتنا. ولكن رغم ذلك حنا الجيل اللي تربينا مع الوالده عندنا شويه الطاقه ديال الصبر، ماشي بحال هاد الجيل هذا. وعلى كل حال اللهم لك الحمد. على كل حال الشكل انا اللي بغيت نقول لكم عندي مثلا ما يتعاود على كيفاش عشت ومعايا من عشت. والوالده من هذا المنبر تنقول لها الله يشافيك ويعافيك، والله يعطيك الصحه ميمتي على التربيه اللي ربيتيني. هو وجد غادي نحطو. هذا هو الطبق ديال امي الحبيبه، ولكن بالمستي انا الحقيقه كانت كتحطو لنا في القصعه، يعني في القصريه. كنا كندورو عليه ناشطين ضاحكين مربعين مأدبين على ديك الطويبله ديال 3 رجيلات. على الزمن الجميل، ماشي غير كان جميل، زمن ديال النخوه والعراض وديال القناعه. الحمد لله الشكر لله اللي تربينا بهذه التربيه. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. لا اله الا محمد رسول الله، لا اله الا محمد رسول الله. شكرا لك يا امي الحبيبه، الله يجازيك بخير. وهذه هي حكايتي مع هذا الطبق، وان شاء الله غادي يكونوا حكايات اخرين مع الاطباق ديال الوالده الحبيبه. الله يعطيها الصحه والعافيه يا ربي، الله يعطيها الصحه والعافيه يا ربي. الله يمتعنا برداك الحبيبه الغاليه.
الله يمتعنا برضاكم، يمتع كل واحد اللي تهلا في والديه. وشكرا للجميع، ولا اله الا الله محمد رسول الله.